اليوم غندويو على الداونفل ديال اليوتيوبر اللي كانوا حاكمين في الوقيته ديالهم وكانوا دايرين بوم في المغرب، وفجأة وبدون سابق انذار تدمرات الكارير ديالهم. ومنهم اللي باقي في البلاتفورم ولكن التفاعل عنده هابط، ومنهم اللي اختفاو واش خلاو على كل شيء. بداية بزكريا موفق اولا سكوزا، واللي بدا يوتيوب في 2014. وسكوزا كان كيسبامي بزاف في الفيديوهات لدرجة وصل ولا كيلوح كل نهار فيديو، وهو اول مغربي بدا كيلوح فيديوهات مدخل فيهم الهيد ديال تخسر الهضره. يا ودنا معكم سكوزا اللي ضروري قبل ما تفرج فيهم خاصك دير الكيت. ونظرا في ديك الوقت ما كانوش يوتيوبر كيديروا بحالو مقارنه بدابا، هذا الشيء اللي خلاه مميز وسط من البلاتفورم، ولكن راه كان مكروه نوعا ما عند الوالدين وما كيخليوش ولادهم يتفرجوا فيه، ولكن راه دري وعدد على الشباب. وسكوزا كان غادي مزيان في المسيره ديالو، المتابعين كيزيدوا شويه بشويه، الفيديوهات ما كيحبسوش تيراطي، حتى لواحد النهار سكوزا يومين ما لا حتى شي فيديو. المتابعين كيسولوا مالك فين غبرتي علينا، ياك ما طاري لك شي بلان؟ لكن في الواقع السبب علاش زكريا يومين ما ابلوداش فيديو وهي انه شهرين ما خلصش الويفي وقطعوا عليه الكونيكسيون. المهم بحكم سكوزا ما عندوش فلوس فقرر يخدم يهز الخناشي باش يخلص الويفي ويرجع يدير داكشي اللي كيبغي. الشيء هذا هو حب المجال، ورجع وبقى غادي مكمل البلان ديال الويفي. مره كانت ماما كتعطيه باش يخلصوا ومره صحابو كيطوفيوه. المهم سكوزا طلع ديك الوقيته ووصل 30k، وقتها ولا كيدير فيديوهات مع جيمر اللي كانوا معروفين ديك الوقت بحال ادم حمريطه، حريت، مهدي حلمي. وتخيلوا معايا لدرجه ولاو كيتزادوا لي 2000 فولوور في النهار، والشيء اللي كان خيالي في ديك الوقت. وبحكم بنادم ما كانش عارف يوتيوب ديك الوقت مقارنه بدابا. المهم جات المسابقه ديال ماروكويبا وورد، وسكوزا تقبل باش يشارك فيها ودار هذا الفيديو اللي طلب فيه من المتابعين ديالو يدخلوا يفوتوا عليه. جايب لك واحد الخبر زعما تقبل في ماروكو كاين العشران واحد ما فوت عليا كيكم العشران ويلي هادشي هو بدي الضحك. فجأة من هذا الفيديو الموقع ديال المسابقة تفرقع ديال بصح، لدرجة سكوزا تصدر المرتبة الأولى دغيا. الشيء اللي خلى الهيتر يتقطعوا وبداو كيكتبوا عليه هاد الهضرة وصيفطوا هاد السيبور ديال المسابقة. ما يستاهلش حيت كيخسر الهضرة، ما كيحشمش والدينا كيتفرجوا في هاد الشيء، ما يستاهلش يربح. طبعا السيبور سمعوا ليه وابوندوناو سكوزا من المسابقة، ولكن هادشي ما اثرش عليه وكمل المسيرة ديال السبام يوميا حتى لواحد النهار اللي فاق لقى كونيكسيون مقطوعة. تخيلوا معايا واحد عنده 40,000 ابوني وما قادر يخلص حتى الويفي. وبالضبط العشيه ديال داك النهار لقى الفيسبوك ديالو طيروه ليه والشين ديالو فيها سترايك، الشيء اللي خلى سكوزا تفرقع ولاحت القنبله في يوتيوب، وهو فيديو بعنوان ديزولي. شوف صاحبي انا اجي درت دوك البلاك ويا شوف فين تنعس ديك البلاك هي فين تنعس الريكورد ديال الفيديو بولا ديال 30 درهم كاسك ديال. والمفاجاه وهو الفيديو طلع طوندونس في ساعته الاولى وكل شي رياكت على داك الفيديو لدرجه دوزام جاو عنده داروا مع انترفيو. انا كنلعب بالستيل ديالو والناس يدخل ماشي تدخل على قبل يدخل على قبل انا شخصي حتى الشخص يجيب بنادم. من بعد هاد الخطوه سكوزا بدات كتحسن الوضعيه ديالو، ضرب 100k، بداو كيوصلوا الفلوس الدونيشن ديال الناس، قاد سيطاب، شرا كاميرا، شرا كلشي جديد. وبالفعل سكوزا ضرب 800k بالخدمه والفيديوهات، لكن من بين ليله ونهار هادشي كامل ما غاديش يبقى. سكوزا حاول يبدل راسو وحبس تخسر الهضره، وهادشي اللي تقلب عليه ومبقى حتى واحد كيتفرج فيه. حوحو للمعلوميات اولا بدون روت، وهو يوتيوبر مغربي وبالضبط في المحتوى التقني اللي بدا سنه 2012 واللي كان مختص في المحتوى ديال التقنيه المعلوميات، اللي الا كان عندك شي بروبليم في التليفون ديالك ديك الوقيته ما غاديش تردد وغادي تدخل عند حوحو باش تحل المشكل اللي عندك. السلام الله عليكم بابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحة الفوت. وبسبب الشرح ديالو البسيط وبدون مقدمه طويله حوحو جمع متابعين بزاف وكلشي ولا كيتفرج فيه، ذلك بسبب 1500 فيديو اللي عنده فلاشين. حوحو كان القناه ديالو كتعتبر من اكبر القنوات في اليوتيوب العربي باكثر من 2.5 مليون ديال سبسكرايبر. لكن بالضبط في 2017 حوحو بدا كيستغل الفيديوهات ديالو وكيتشهر على المتابعين وبدا كيدير الكليك بيت. وغا باش تعرفوا الكليك بيت وهو داكشي اللي كتلقاه في الصوره المصغره ما كتلقاهش كاع في الفيديو، هادشي غضب العديد من المتابعين. وبسبب هادشي امين رغيب واللي حتى هو في نفس الدومين مع حوحو ناض صداع بيناتهم. فينا هو هذا المستوى كنعاود ناكد اخويا بفمك قلتي انا ما قلتهاش قلتي بفمك ان مستواك احسن من مستواي. صيفط لك تذكيره طائره ذهابا ايابا اجي مرحبا بك نروح شي محاضره في موضوع
تقني. من بعد هادشي حوحو طاح لي التفاعل فقاد المتابعين ديالو. سكايمن او الايمن جامز وهو من احسن اليوتيوبر اللي دازو في المغرب، قناه فيها اكثر من 960 كا، اللي جرب بزاف ديال المحتويات في يوتيوب، الالعاب، الرياكشن، الراب. والبدايه ديالو كانت في 2015، دري عادي تيبغي الجيمنج وقرر يشارك داكشي مع الناس. وغا باش تعرفوا سكايمن كان معروف في الاول بايمن جامز، اللي كان فوكس ديال بصح غير على الجيمنج، وكان يسباي فيديوهات بهذا النوع. بسبب الكاركتير ديالو والطريقه اللي كيلعب بها، ايمن لقى اقبال كبير عند بيبليك، تعرف على دراري جداد في نفس الدومين بحال ادم حمريطه، حريت سي اش، ولاو كيديروا فيديوهات مجموعين وغاديين كيزيدوا بهذا الكونتنت لقدام. هذا شويه ديال الوقت وبالضبط في الموجه ديال الديستراكات والكلاشات باليوتيوبر. ايمن شاف هذا الشيء وبغى يبين للناس الموهبه اللي عنده ابار الفيديوهات ولا حد ديستراك دراما ضرني فراسي. من بعدها بدل المحتوى وداز الرياكشن، وهنا بدل السميه ديالو من ايمن جامز لسكايمن باش القناه تبقى خاصه لجميع المحتويات، وهادشي نظرا للمحتوى ديال الجيمنج اللي ما بقاش عنده اقبال ديك الوقت. وفي 2022 ايمن ولا سكايمن غبره وحده بدون سابق انذار. ومن بعد بشي شهورات سكايمن خرج بهذا الفيديو واللي كيوضح فيه الناس سبب الغياب ديالو والاصابه ديالو بمرض شلل في الوجه. لكن مع مرور الوقت ايمن تشافى وبدا كيلوح فيديوهات مره واللي باقي غابر لحد الان، ونتمنى يرجع رجعه قويه. ايمن الهاشمي واللي معروف ايمن سيمباي هو يوتيوبر مغربي وكنظن انكم كتعرفوه. كريا لاشين ديالو في الموجه فين بدا المحتوى والقنوات كيتزادوا نهار على نهار سنه 2016. وكيما عارفين اي واحد سولنا على المحتوى ديال سيمباي يقول لك الجين الخلعه تحديات ديال الرعب. لكن البدايه ديال ايمن في يوتيوب كانت مغايره تماما، كان كيدير فيديوهات ديال الجيمنج وكان كيلعب العاب وكيصور راسو كيلعب. السلام عليكم جيمرز، معكم ايمن سيمباي فيديو جديد بلاي جديده. اليوم عندنا حلبه ديال الرعب سميتها مريم. لكن السبيسيال هنا وهو الالعاب اللي كانوا ديال الرعب. ودونك النيش اللي تعرف في ايمن سيمباي بدا من الالعاب، وواحده من الالعاب اللي لعب هي لعبه مريم اللي كانت بالبلاد ديك الوقت. من بعد ايمن سويتش المحتوى ودار واحد الفيديو في واحد النيش اللي كان عمر شي مغربي دار بحاله، وهو تحدي منتصف الليل. بني اسرائيل ونعمه التي انعمت عليهم. من بعد هذا الفيديو دار شي حد قراءه كتاب شمس المعارف، واللي ما عارفش هذا الكتاب راه من اخطر الكتب ديال الجن اللي عندهم شعبيه كبيره على انهم خطر على الناس. حرف الالف هو حرف هو اول مخلوق خلق الحروف. والمهم بسبب هادشي والشعبيه اللي ولات عند ايمن سيمباي، خرجوا شي يوتيوبر بداو كيطبقوا التحديات ديال بحال انا السايكو ولا هذا المجنون يوسف دليل. صافي اسمح لي نلعب جهدك على 2020 وبسبب الكونفينمون وكل شيء سد عليه في الدار، سيمباي ما كيقدش يخرج ولا يدير شي حديات في ديور ماجوره. داكشي علاش ولا كيدير محتوى ديال سرد القصص، ومن اهم القصص وهي قصه كامله على حسن الثاني. بالفعل قد نجح كبير. بهذا ايمن سيمباي يقدر يرضى المتابعين ديالو ويعطيهم داكشي اللي كيبغيو. نظرا للطريقه اللي كيعاود بها القصص بصوت خافت، لقى نجاح كبير وكل شيء عاجبو البلان. من بعد الكونفينمون وتحلوا المطارات، ايمن جمع كاع الماتيريال ديالو حوايجو وقصد المطار، وبغرض انه يصنع وثائقيات بجوده عاليه في البلدان. هادشي اللي عجب المغاربه نظرا انه كان تقريبا واحد في العرب اللي كيتقن هذا المحتوى وهو جو حطاب. طبعا صور وثائقي في المغرب على الاحداث ديال الكتامه وكيفاش كيدوزو داك البلانات، ولا فاش مشى لاوكرانيا وصور وثائقي على واحد المنجم ديال النووي. لحد الان كلشي فرحان والمغاربه عاجبهم الحال بهذا الكونتنت اللي كيشوفوا. لكن واحد النهار وايمن سيمباي غابر عن الوجود ما بقاش كيبان، ورغم انه في ذاك الوقت الفيديوهات ديالو مسقا الملايين ديال المشاهدات. داز الوقت وبالضبط عام و3 شهور ايمن رجع عاوتاني. ايمن رجع اليوتيوب ولكن مسح كاع الوثائقيات ودار واحد 4 ديال الفيديوهات واللي كانوا غريب على الناس واللي كيدوي فيهم على الجن الملوك السبعه. وهذا الشيء غادي يبين لنا انه ايمن تعمق بزاف في هذا الشيء. الانسان الطبيعي خاصو يكون بعيد بزاف كل البعد على هذه المواضيع. من بعد هذا الشيء اللي طرا ايمن رجع غبره عاوتاني غبره وحده. من بعد واحد الفتره ايمن تنشر عليه واحد الفيديو وهو واحد البلان اللي انا متاكد كل شيء شافوه، وهنا بدا كل شيء كيحط عليه نظريات وكيقولوا ان هادشي راجع للمغامرات ديال الجن اللي كان كيدير، او اللي حيت تعمق بزاف في العالم الاخر، او الحقيقه ديال كتاب شمس المعارف. انا ما قلتش هما اللي قال. ايدي باسر هو يوتيوبر مغربي ولا ما كنظنش انكم تكونوا كتعرفوه. كنلقى راحتي في الكآبه ملي كنكون كئيب، كنحس بالسعاده. فيديوهات صداع الراس حط كاميرا وكيديروا في مواضيع فلسفيه على الواقع واللي كتخلي راسك يضرك. واخا اخر فيديو الايدي باسر كان قبل من 8 سنين من دابا، باقي لحد الان بنادم كيدوي عليه وكيحطوا ايديتات في تيك توك بالفيديوهات القدام اللي كان كيدير. والسبب ديال سقوط هذا اليوتيوبر ما عرفتش الصراحه، ولكن راه الطريقه باش كيدوي والمواضيع اللي كيتطرق ليها كون كمل وكون باقي لحد الان في داك الشيء، فراه تقدر تشوف جينيراسيون جديده صداع الراس. وباقي لحد الان بنادم تيكتبوا تعليقات عليه وتيقولوا ليه رجع، راه هذا
هاد الجيل الفربل رجع عافاك كان غبرتي. والمهم هنا غادي نكون وصلت لنهايه ديال الفيديو. ما تنساش لايك واشتراك وكل شيء كان كيقول فيديو طويل وها هو فيديو طاير غير بينوا ليا. وهذا ما كانش على فراسكم اخوتي.